السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مباراة ريال مدريد ضد اسبانيول في الدوري الاسباني، والتي خسر فيها ريال مدريد 1-0، وبالتالي تصبح المنافسة مشتعلة بين الثلاثة الكبار، ريال مدريد واتلتيكو مدريد وبرشلونة. ريال مدريد خسر نقطتين ثمينتين جدا. لماذا؟ لأن في قادم الأيام عنده مباراة في الكأس أمام ليجانيس، وثم عنده مباراة ضد الثاني أتلتيكو مدريد، وتكون مباراة نارية جدا جدا جدا. فبالتالي انشيلوتي وريال مدريد لازم يتحصلون على هذه النقطتين اللي خسروها اليوم، لأنهم نزلوا بتهاون، عدم جدية، وتحس انه فريق مرهق بدنيا، مرهق من دور الابطال والمباريات السابقه في الدوري والكاس وكاس سوبر. فينيسيوس اليوم خارج تغطيه تماما. ما كان فينيسيوس في المستوى المطلوب منه. بلينغهام كان سيء جدا. بامبي لم يظهر كثيرا وكان ايضا سيء. رودريجو كان الهجوم في سبات تماما، وخسارة نقطتين لا بد من أنشيلوتي وريال مدريد يتحصلوا عليهم كثيرا ويراجعون أنفسهم. المهاجمين في سبات عميق، لم يظهروا بشكل جيد، وخسارة روديجير اليوم مؤثرة مع النقص العددي في الدفاع، وإصابة ميليتاو، إصابة كارفاخال، وألابا قادم من إصابة. أنشيلوتي لا أعرف ما السبب، دائما يتأخر في التبديلات. انت شفت يعني فينيسيوس خارج تغطية تماما، مبامبي خارج تغطية، رودريجو خارج تغطية. اشرك ابراهيم دياز، اردا جولير، لاعبين مهاريين في المساحات ضيقة ضد التكتل الدفاعي الاسبانيول اللي تكتل دفاعي امام دياز واردا جولير. لاعبين جيدين في التمركز، لاعبين جيدين في المراوغات، في التمريرات البينية والعرضية. كان لابد من إشراكهم في بداية الشوط الثاني مع استمرار النتيجة بالتعادل، وخط الهجوم كان نائما نوعا ما. فانشيلوتي يتحمل خسارة أكيد، وهارد لك جماهير ريال مدريد.